ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي الفوز بالسوبر على بيراميدز، ماتش إلى حد ما أكتر من متوسط بشوية، يعني في شوية حاجات حلوة وفي شوية حاجات وحشة، هنتكلم عليها بالتفاصيل، وطبعا شكرا لكل من هو ليه علاقة بالإمارات سواء الجمهور أو المنظمين أو الناس اللي كانت موجودة في الاستاد أو الجمهور المصري اللي كان موجود في الاستاد. الشكل كله كان شكل حلو، تصوير حلو، الملعب حلو، كل حاجة كانت حلوة بصراحة، فمتشكرين جدا لدولة الإمارات عامة. وعلى عكس المتوقع كولر بيبدا الماتش ده من غير كهربا، ويمكن يكون ده كاد بعض من الناس يعني، بس ما علينا، مش هي دي نقطتنا. انا نقطتي وسؤالي هو مين من وجهه نظرك كان افضل لعيب في المباراه النهارده؟ يا ريت تكتب لي ده تحت في الكومنتات وتشترك على القناه وتدينا لايك حلو على الفيديو ده وتعمل له شير. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. وانا احمد ياسر، ده برنامج جون مشترك بنتكلم عن الاهلي في السوبر قدام بيراميدز، الماتش اللي هو ما كانش معمول له اي حساب فجاه بقى ليه 100 مليون حساب. طيب اخر سيناريو لماتش بيراميدز والنادي الاهلي كان الماتش بتاع نهائي الكاس اللي خلص بعد الاكسترا تايم 2-1، وكان ماتش صعب جدا وكان ماتش رخم وكان ماتش وحش والفرقتين كانوا قافلين على بعض. فده اللي انت كنت متوقعه في بدايه المباراه دي، ولكن حصل حاجتين مختلفتين. اولا طبعا علشان يعني النادي الاهلي دايما يحب يوجه رسائل كده، ما بداش المباراه اصلا بكهربا وبدا بايه؟ بمحمد شريف. ده غير بعض التعديلات اللي عملها كولر جوه الملعب، وغير بعض التعديلات برضو اللي عملها باتشيكو جوه الملعب علشان يوصلوا في النهايه لايه؟ ان الماتش الرتيد اللي احنا لعبناه اللي فات يبقى لا، في ماتش النهارده مختلف، بس لسه في، لو كان بس شويه اخطاء اتعالجت كان بقى في اهداف وكان الماتش بقى امتع من اللي احنا شفناه بكتير. بس النهارده الماتش كان مختلف عن ماتش نهائي الكاس. الفرقتين بدل ما هم كانوا بيدافعوا وقاعدين في وسط منطقتهم وكل واحد فيهم عمال يرمي الكوره للفريق التاني عشان ياخده، لا ده ما حصلش في الماتش ده. على قد ما كانت الفرقه اللي بتستحوذ على الكوره بتحاول ان هي تبقى اكتر ايجابيه على المرمى وتروح على الجون وتحاول انها تعمل هجمات كتيره جدا. فعشان كده في الشوط الاولاني والشوط الثاني شفنا هجمات من النادي الاهلي وشفنا هجمات من نادي بيراميدز. بس المشكله اللي كانت في المباراه دي وكانت مخليه المتعه بتاعتها بالنسبه لي يعني تقدر تاخد كده 7 أو 6 من 10 يعني، مش كانت ممكن تاخد 8 ممكن تاخد 9 لو كان في اهداف، بسبب ان انت كان عندك مشكلتين. المشكلتين دولت موجودين عند الفريقين، هي اللمسه اللي قبل الاخيره في بعض الاحيان عند النادي الاهلي اكتر، واللمسه الاخيره عند بيراميدز بشكل اكبر. في الشوط الثاني المواضيع اتحولت. النهايه كلها كانت القصه في إيه؟ ان انت تسلم لواحد في مكان كويس وفي نفس الوقت الواحد ده ياخد الكوره يجيبها جون. دي كانت مشكله عند بيراميدز ان انت تجيبها جون، والاهلي كان عنده مشكله ان هو يوصل الكوره لمحمد شريف، وبعد كده شفنا محمد شريف عنده مشاكل. فكانت المشكله دي متنوعه ما بين الفرقتين. بس الاداء اللي انت شفته الهجومي اكتر ما فكره ان انت عايز تدافع والكلام ده كله بسبب بعض التغييرات اللي عملها كولر في التشكيل. فانا هتكلم شويه على كولر وعلى التشكيل بتاعه، وهتكلم شويه على باتشيكو والتشكيل بتاعه، لان شفت هنا حاجات حلوه وشفت هنا حاجات حلوه. يعني انت عندك التشكيل بتاع النادي الاهلي في خط الظهر زي ما هو ثابت، خط الوسط يمكن اتغير مكان ديانج اتحط القندوسي وهتكلم على قندوسي شويه، والناحيه الثانيه في الخط الامامي اتغير، عندك عبد القادر بقى موجود مكان الشحات وبقى عندك محمد شريف مكان كهربا. وطبعا انت عارف ان كهربا ما لعبش ليه، ومش هنقعد نهري في الحوار ده كتير، خلاص انا بالنسبه لي الحوار ده اتقفل. لسه بقى في محاكم وقصص ثانيه وموال طويل قوي هنبتدي فيه الفتره الجايه، ده هنتكلم فيه بعدين. بس كانت النقطه المهمه جدا بالنسبه لي هو القندوسي زي ما انا قلت، عايز اشوفه اكتر لان هو بصراحه كل في اول دقيقه كده لعلي جبر كان فاضل له ثانيه والله العظيم ويطرده في اول دقيقه من كوره كده عدها بشكل حلو قوي من علي جبر، يعني عارف انت اللي هو ايه، رايق قوي. وكوره تانية عدها من احمد توفيق برده كان رايق قوي. فالقندوسي رايق بس محتاج ينسجم اكتر مع الفرقه اللي حواليه، ومحتاج يبقى زي ما هم دلوقتي اللي احنا بنشوف فريق الاهلي فيه 3 أو 4 مثلثات بيتموا جوه الملعب، ان بقى فيه لعيبه تحس كده في تجانس ما بينها وكانهم بيلعبوا مع بعض من سنين. القندوسي لو دخل معاهم في القصه دي هنتنقل في الهجوم نقله تانية خالص صدقني. الناحيه الثانيه وهي التركه بتاعه باتشيكو اللي بدا برده من غير بلاتي توريه، والناس قاعده تقول ده كده وسط الملعب فاضي، هو كان عارف ان هو كده ولا كده مش هيسيطر على وسط الملعب. فانا عايز اروح ناحيه اكتر الاطراف، وعايز اخلي الاهلي يبطل ان هو ينتج كور. فينتج كور يعني ينتج هجمات، يعني يبدا الهجمه، لا انا عايز من اول ما هو يبدا الهجمه ويعطلها له. طب مين اللي بيبدا الهجمه دايما عند الاهلي؟ الاثنين المدافعين. بيسلموها لمين؟ بيسلموها اول واحد لمروان عطيه. طب مروان يبقى خلاص، يبقى انا اقفل على مروان عطيه وخلي مروان عطيه دايما مضغوط عليه، وهتلاقي دايما في الثلاثه اللي في الدفاع ما عدا علي معلول ومعاهم مروان عطيه دايما في موقف 4 على 4 مع لعيبه من بيراميدز. ومروان عطيه دايما في مشكله في الوقت ده. حتى النهارده الريتنج ده لما يدين مروان عطيه اقل بكتير من الفترات اللي فاتت، لان هو بصراحه النهارده كان اقل بكتير من الماتشات اللي فاتت بسبب الحركه بتاعت باتشيكو دي. ودي قللت شويه من الهجمات او وابل الهجمات اللي كان بيتم في الشوط الاول او اول 10 دقائق من النادي الاهلي على بيراميدز. الحركه دي وقفته شويه بقيه الشوط.
والتريكه الثانيه اللي كانت عند باتشيكو وكانت مهمه جدا برضو بالنسبه لي هي فكره اللي هو الشيبي اللي بيلعب بالطرف يمين ده وكان بيخش جوه ال 18 اكتر. فكره الباك الشمال برضو اللي هو بيطير في جانب كامل لوحده محمد حمدي. هم دول كانوا التريكتين اللي كان عاملهم النهارده باتشيكو، وكانت الى حد ما جايبين معاه شويه نتائج، بس في النهايه مفيش حد بيخلص، لا فخري لقاي بيخلص ولا فخر الدين بن يوسف بيخلص ولا حد بيخلص. الناحيه الثانيه مشكله الاهلي كانت كل ما تيجي الكوره عند خط الوسط ما بيعرفش يطلع بيها، فبيروح للاطراف. اطراف مين عندك؟ بتروح لعبد القادر وبتروح شويه الناحيه الثانيه لتاو. لو الاطراف ما عرفتش تحل الموقف بيكون في ارتداد كويس جدا من بيراميدز وبيرجعوا كومباك يدافعوا، فمن الاخر الكره بتروح. طول ما انت الكره بتطلع عندك على الاطراف وبتنتهي عند الاطراف هيحصل دايما عندك مشاكل طول الوقت في ان انت تحاول تسجل اهداف او ان انت تخش جوه منطقه الجزاء. الاهلي بتبقى ميزته اكتر ان هو لما يتدرج من تحت لحد ما يوصل للجون، وهي دي اللي بنشوف فيها شويه حاجات يعني حلوه من النادي الاهلي. النقطه اللي انا هتكلم عليها اللي جايه دي هي حاجه انا ملاحظها بقالي فتره في الاهلي ومبسوط بيها وعايزها تستمر، بس هي لسه ما كملتش بنسبه 100%. ان زي ما بقول لك بقى في بعض من المثلثات، يعني في مثلث ما بين معلول وتاو ساعات يجي له ويروح معاه محمد شريف يتحرك، معلول وساعات برضو حسين الشحات وكهربا يتحرك. احمد عبد القادر عمل كذا كوره كويسه جدا فيها بعض من الانانيه، بس برضو ابتدى يشوف معلول اكتر ما هو كان بيشوفه قبل كده. فانا شايف ان الحته بتاعت الجماعيه الاكتر اللي الفتره الاخيره دي موجوده في النادي الاهلي هي حته لطيفه جدا. وعلى ما اعتقد ان النادي الاهلي لو فضل يستمر بالمنظر اللي احنا شغالين بيه وكولر يفضل مستمر بنفس الطريقه اللي هو بيشتغل بيها، هتشوف الجانب الهجومي بتاعك افضل. احنا ابتدينا نشوف جمل حتى في الكور الثابته، شفنا النهارده في اول دقيقتين جمله برده كانت حلوه. في حاجات وفي افكار ابتدت تتنفذ في النادي الاهلي وبقى في رتم ونظام كده انت بتتفرج عليه مش قلقان، انت قاعد بتتفرج على مباراه للنادي الاهلي وانت هجوميا حتى لو انت عندك بعض من المشاكل الهجوميه انت مش قاعد قلقان، لان هو حتى في الجانب الدفاعي اللي بيروح عليه في صلابه دفاعيه. وهنا هروح لافضل رجل في المباراه من وجهه نظري. رقم واحد محمد الشناوي، ما ينفعش تتكلم على اي لعيب تاني في المباراه ديت غير محمد الشناوي. محمد الشناوي النهارده في الهجمات او بمعنى اصح زي ما كان الدفاع بيشيل خط الوسط كتير، لا محمد الشناوي شال الاثنين كتير قوي، شال كور كتيره جدا وشال انفرادات وشال حاجات كتيره جدا من وجهه نظري كانت هي السبب الرئيسي في فوز النادي الاهلي النهارده. ان انت لو ما كانش عندك حارس زي الشناوي كان زمانك دخل فيك جون واثنين وثلاثه والله اعلم كنت هتعرف تعوض ولا لا. فالنقطه بالنسبه لي النهارده ان المستوى اللي كان فيه محمد الشناوي في الفترات الاخيره والهجوم اللي كان موجود عليه في اخر 3 مباريات، لا محمد الشناوي بيرجع تاني يثبت يقول يا جماعه انا موجود، بس ساعات يعني بيبقى فيه لكل جواد كبوه فعديها لي يعني. فانا شايف بصراحه النهارده من وجهه نظري ان الشناوي هو رجل المباراه، ما حدش يقدر يتكلم. ونروح سريعا للتقييمات بتاعه لعيبه النادي الاهلي اللي انا عايز اخدها. لو احنا هنتكلم على خط الدفاع كاملا بما فيهم علي معلول، انا شايف النهارده في تطور كبير جدا بالذات في المشاكل اللي كانت بتحصل من الدفاع قبل كده بقت اقل شويه. فانا شايف ان النهارده مثلا محمد عبد المنعم ومحمود متولي الاثنين ياخدوا 8 من 10، علي معلول ياخد 8 ونص من 10، الناحيه الثانيه محمد هاني ممكن ياخد 7 من 10. خط الوسط حدي لمروان حمدي 6 بسبب المشاكل اللي كانت موجوده او الضغط اللي كان موجود عليه برده ما قدرش ان هو يتخلص منه. حمدي فتحي من وجهه نظري كان رائع النهارده في الجانب الدفاعي وكان متميز برده في الجانب الهجومي، بس ما كانش لاقي حد يديله الكوره. هي دي مشكله ان حمدي فتحي بيتحرك كويس جدا في الجانب الهجومي بس ما حدش كان بيديله الكوره. فحد النهارده الحمدي فتحي برده 8 من 10. القندوسي ياخد برده 7 من 10، عمل كام كوره حلوين بس برده كان في شويه مشاكل عند القندوسي لسه في التعاون مع زمايله وفي نفس الوقت في ان هو يخلص من الكوره بسرعه، في شويه حاجات كده كانت بتعدي منه. عبد القادر برده ياخد 7 من 10 وتاو برده ممكن اديله 6 من 10. محمد شريف النهارده ياخد 4 من 10 لان في 4 فرص حقيقيه راحت لمحمد شريف ما استغلش منهم ولا واحده وضيعهم برعونه كبيره جدا من وجهه نظري، فما ياخدش اكتر من 4 من 10. ويمكن ده اقل ريتنج موجود في فريق الاهلي. فعلى ما اعتقد ان حتى كمان اللي نزلوا بعد كده حسين الشحات برضه ما كانش قوي، ديانج عمل انتعاش، كهربا طبعا كان سبب في ضربه الجزاء فياخد له برضه 7 8 من 10. فانت بتتكلم النهارده ان الاداء كله مجملا كان شكله كويس بس كانت في مشاكل في اللمسه اللي قبل الاخيره واللمسه الاخيره. بس طبعا انت ما تقدرش تتكلم مع الفريق ده او الفريق ده او المستوى اللي انت شفته النهارده في الملعب ده من وجهه نظري مستوى جيد جدا على اللي حصل في المباراه او على الاحداث اللي حصلت قبل المباراه سواء للنادي الاهلي والمشاكل اللي كانت عند كهربا او سواء لبيراميدز اللي جه من الدار للنار وكان موجود النهارده وقدم مباراه من وجهه نظري طيبه جدا ويمكن ياخد كمان باتشيكو عليها 8 من 10. بس الحاجه الاخيره اللي انا احب اتكلم فيها النهارده اللعيبه المصريين ما كانش عندهم مشاكل، اللي كان بيتناوش معاك الشيبي وكان بيتناوش معاك فخر الدين بن يوسف. حاجتين بصراحه ما حبيتش اشوفهم في وسط الملعب من الخناقات اللي حصلت دي،
بس بصراحه الاثنين كانوا زياده. واحنا عندنا برضو حمدي شويه بيزود، وبرضو الكلاحه بتاعت عبد المنعم في ضربه الجزاء برضو كانت شويه، بس لا الاثنين دولت كانوا زياده قوي، وكان شمال افريقيا زياده عن اللزوم. واللي وقف لهم يا عيني معلول، رغم ان هو يمكن يكون اصغر واحد جسمانيا في اللي موجودين في الملعب، بس بصراحه معلول عصب يعني. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وقول لي من وجهه نظرك تحت في الكومنتات من هو رجل المباراه، واي حاجه انت عايز تكتبها تحت طبعا يا ريت تكتبها. ادينا لايك حلو على الفيديو ده، واشترك على القناه واعمل له شير، وطبعا ما تنساش اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها، واشوفك الحلقه الجايه. السلام عليكم.